روايح المدارس هل علينا، وعلشان كده عملت لكم النهارده معجنات بطريقه جميله قوي. عجينه واحده اقتصاديه جدا من غير لا بيض ولا حليب ولا زبده، وهتعملي كميه المعجنات دي كلها تحفه. تنفعك بقى في لانش بوكس الولاد المدرسه، وكمان سناك سريع كده، وكمان فطار سريع مع كوبايه شاي الصبح كده، بجد تحفه. نسمي بالله كده ونصلي على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام. ويلا بينا. بولة أو طبقة تنزلي فيها بكيلو من الدقيق منخول طبعا. هنزل عليها بمعلقة كبيرة هرمية من السكر، معلقة كبيرة من الخميرة، معلقة كبيرة من البيكنج باودر، رشة من الملح، ومعلقة كبيرة من اللبن البودرة. ممكن تستغني عنها بس بجد تحفة. هتفرق معاكي أوي في أي معجنات، هي مش غالية، معلقة كبيرة كده. هقلب المواد الجافة بتاعتي مع بعضها، وبعد كده هنزل عندي بمعلقة كبيرة من الخل ونص كوباية من الزيت، وهعجن بمية دافية. تهيألي ما فيش احسن من كده. اهم حاجه بقى عشان اخد عجينه كويسه او نتيجه كويسه لاي معجنات، ان انا اعجن العجينه دي كويس جدا من 10 دقايق ل 15 دقيقه. وبعد كده هحطها بقى في نفس البوله اللي عجنت فيها، وهدهنها دهنه زيت علشان وشها ما يعملش قشره، وهغطيها واسيبها لحد ما تخمر وتضاعف حجمها. بعد كده العجينه بتاعتي اختمرت بالشكل ده كده، وهقسمها لجزئين اتنين، يعني متساويين كده على قد ما نقدر. هقولك الجزء الاولاني ده هنعمل بيه ايه. الجزء التاني همسك كده العجينه بتاعتي وهكورها في حجم البيضه الصغيره. كل ما كانت حجم المعجنات بتاعتك صغيره، كل ما كانت تديك كميه حلوه. انا كورتها بالشكل ده كده عفوا. وغطيتها وسبتها بس تريح معايا حوالي 10 دقايق. الجزء التاني من العجينة هفردها على قد ما اقدر مستطيل، ومعايا معلقة كبيرة كده من الزبدة او السمنة. هدهنها بالشكل ده كده. تمام. في المرحلة دي مش هينفع زيت، سمنة او زبدة. وهطبقها زي فكرة الفطير بالظبط لحد ما تبقى معايا بالشكل ده كده. وهرجع تاني افردها على شكل مستطيل على قد ما اقدر. وده كده معانا اول صنف من المعجنات بتاعتنا النهارده، الباتيه. متهيألي لي مفيش اسهل من كده طريقه ممكن تعمليها الباتيه. وهقطعه بالشكل ده كده، وبرضه هعمل حجم الباتيه بتاعي متوسط، لا هو كبير قوي ولا صغير قوي. الحشو هنا بقى ترجع لك، اللي ولادك بيحبوه اعمليه. انا عملت حشوه الجبنه الفيتا العاديه، الولاد عندي بتحبها. اهم حاجه بعد ما تحشي الباتيه بتاعك، تقفلي كويس جدا من الطرف اللي احنا تنينا بيه ده، علشان الحشوه بتاعتك ما تخرجش، لا اثناء التخمير ولا كمان اثناء التسويه. بالشكل ده كده. العجينه دي بجد يا بنات انا بستخدمها لاي معجنات عندي، تحفه. سهله وسريعه وكمان اقتصاديه ومش مكلفه خالص. والنتيجه بجد معجنات خطيره. هقفل بقى بالشكل ده كده زي ما قلت لك علشان الحشوه بتاعتي ما تخرجش. الصاجات بتاعتي وهرص فيها الباتيه، وكده معانا اول صنف من المعجنات بتاعتنا. نرجع بقى آه لكميه العجين التانية اللي احنا كورناها وسبناها ترتاح. الحشوه برضو هنا ترجع لك. انا هنا عملت جبنه كريمي على قطع بيف، وكمان رشه من حبه البركه. الولاد عندي بتحب الميكس ده قوي مع بعضه. هجيب اول كره معايا كده وهفردها على شكل دايره على قد ما اقدر، وهنزل بمعلقه من الحشوه بتاعتي وهقفلها على شكل مثلث. هاتلي قفليها من فوق بالشكل ده كده، والاحرف برضو هتقفليها. حابة تسيبيها بالشكل ده كده تمام، حابة تقلبيها وتديك شكل مثلث أكتر، برضو براحتك. الأشكال دي الولاد بتحبها أوي، يعني لو ولادي كده مغلبينك في سندوتشات المدرسة، جربي بس تحط لهم المعجنات دي كده في اللانش بوكس هيحبوها أوي. وزودي واحدة أو اتنين كده، طبعا كلنا عارفين ليه. هنقفل بالشكل ده كده. تمام. دي كده معانا اول شكل من المعجنات بتاعتنا، وهو شكل المثلث. تفرديها دايره، تنزلي بالحشوه في النص، هتقفليها من فوق، وهتجيبي الاطراف بتاعتك بالشكل ده كده وتقفليها برضو على بعضها. هتديكي شكل مثلث حلو قوي. نيجي بقى للشكل التاني. برضو هتفرديها كده على شكل دايره، وهتتني الاربع اطراف بتوعها، شايفه؟ وترجعي تقلبيها تاني وتحطي الحشوه في النص، وتقفليها عندك زي البقجه كده اهي. تديكي شكل مربع كده جميل قوي. لو عندك بقى كمان بنوتة كده غاوية المطبخ أو غاوية معجنات أو غاوية أي حاجة في المطبخ، شغليها معاكي بجد هتفرح وتنبسط أوي. أنا كنت مشغلة بصراحة البنات معايا، بيحبوا أوي يوم المعجنات ده. هتفرديها دايرة وهتقفلي الأربع أحرف بتوعها بالشكل ده كده، وترجعي تقلبيها وتحطي الحشوة بتاعتك في النص وتقفليها زي البقجة. متهيألي إنك تشوفي أحسن بكتير من إن أنا أتكلم. شايفة؟ كده بقى شكل مربع بتاعنا معانا. وكمان عملت شكل الساندوتش العادي محشي جاهز. بعد ما خلصت بقى كمية العجين اللي عندي، صفار بيضة مع معلقة من الخل، رشة من الفانيليا، ودهنت وش المعجنات بتاعتي. والناس اللي ما بتحبش البيض ممكن حليب، وكمان ممكن لبن بودرة.
وسبتها لحد ما اختمرت، رشيت رشة سمسم وحبة البركة، سبتها كده من 10 دقايق لربع ساعة، وبعد كده دخلتها فرن سخن درجة حرارة متوسطة، هتاخد معاكي من 15 ل20 دقيقة. أول ما تخرج هرشها رشة مية وأغطيها بالفوطة وتبقى معاكي طرية وهشة وتحفة بجد. مستنياكم بقى تجربوها للولاد للمدرسة وتكتبوا لي رأيكم في الكومنتات، ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. وقبل أي حاجة طبعا ما ننساش نصلي على حبيبي المصطفى، اللهم صل وسلم وبارك على حبيبي وشفيعي رسول الله محمد. المعجنات دي جميلة جدا جدا، هتعجبكم، تحفة.